الانسان مننا يا سيدي ما هو الا مجموعه من العادات. شويه العادات دول مع بعض كده بيتجمعوا ويحددوا الشخص اللي قاعد قدامي ده ناجح ولا فاشل، وكمان بيقولوا ويتنبؤوا الشخص ده ممكن يوصل لفين في المستقبل. وهنا طبعا مش بس بنتكلم عن الدنيا، حتى مصيرك في الاخره بيحددوا العادات بتاعتك اللي بتعملها في الدنيا. فمن عاش على شيء مات عليه. ايه العادات السيئه بقى يا سيدي؟ ما فيش بيننا وبينها اي مشكله، في حاله تناغم كده وانسجام مع بعض، وبنعملها بمنتهى السهوله من غير اي الم ومن غير اي تفكير، لان دي ببساطه التاثير بتاعها بيكون في التو واللحظه. يعني مثلا مضغوط او مخنوق شويه كده فتشرب سيجاره فتهديك، فخلاص انت شفت التاثير دلوقتي، فعشان كده الموضوع بالنسبه لك بسيط، فبتقدر تمارس العاده دي بسهوله. مشكلتنا بقى الاساسيه انا وانت وناهد وكلنا اننا عايزين نعمل العادات الايجابيه بنفس السهوله، ومش بس كده، ده احنا كمان عايزين تغيير وتاثير سريع جدا زي السيجاره اللي كانت من شويه. مع ان التغيير السريع والنجاح السريع اللي مش مبني على اساس سليم ده غالبا بيكون تغيير فيك او مزيف. لو ما كنتش تتمرمط كده والدنيا تمسح بيك الارض وتقع وتقوم وتفشل شويه وتنجح شويه مش هتتعلم. فالفشل هو المعلم والفشل الم. لذلك الواحد مننا اول ما يفكر كده يعمل حاجه فيها الم او مجهود مخك يقول لك ما تنفض يا عم بقى، ايه اللي انت رايح تعمله كده؟ تعالى بينا كده لمنطقه الكومفورت زون بتاعتنا كده، منطقه الدلع والشقاوه. ليه هتسحلنا معاك؟ احنا قاعدين في المنطقه دي من زمان وزي الفل اهو. بس انا كده هبقى فاشل يا عزيز المخ. مش مشكله، فاشلين بس مبسوطين. لو نفسك تتعلم حاجه جديده ومش عارف، او نفسك تلتزم كده بحاجه كويسه في حياتك وتتعود عليها ومش عارف، او نفسك برضه تبطل عاده سيئه كده انت مخنوق منها ونفسك تبطلها بجد ومش عارف تبطلها، يبقى الحلقه دي بتاعتك وتلزمك. بس طبعا لو فاكر ان هديك وصفه سحريه واللي بيها تغير حياتك كده بسرعه، للاسف هم لحد دلوقتي ما عرفوش وصفه سر كنتاكي، فاكيد ما عرفوش سر وصفه النجاح. ولو شايف انك مش بتلتزم بحاجه عشان حد عامل لك عمل، للاسف خديجه المغربيه اتقبض عليها ومش موجوده معانا في الحلقه النهارده، فلذلك الحلقه دي مش هتكون ليك. اقفل الفيديو وروح كمل فشل. ايه لسه موجود؟ اكيد. خلاص يبقى فنجان القهوه الجميل بتاع كل مره استناني، انا راجع بعد ثواني. وحلقتنا النهارده من كتاب العادات الذريه لجيمس كلير. فلنبدأ على بركة الله. العادة هي أي حاجة بنعملها بشكل مستمر لفترات طويلة، سواء بوعي أو بدون وعي، لحد ما العادة دي بقت جزء مهم ورئيسي في حياتنا. بتعملها كده بدون تفكير وبدون مجهود، وبعد فترة من الزمن هتلاقي نفسك يا سيدي يا إما وصلت لإنجاز كبير ومحترم في حياتك، أو للأسف انحدرت الأسفل. وأول ما تفكر تعمل عادة كويسة أو تبطل عادة سيئة، أكيد طبعا هتحس بتعب ومشقة، ومخك هيقرر إنه يقاوم ده بمنتهى القوة. إيه يا عم الراجل ده ناوي يسحلنا في إيه؟ لا أنا مش هخرج بره منطقة الراحة بتاعتي، انا مستريح ومبسوط فيها بصراحه، انا عايز يتغير ويتطور للافضل. قال ما تقعد زي بقيه الناس. طب هي الحاجه عشان احولها لعاده بتاخد كام يوم؟ على حسب كلام دكتور ماكسويل مالتز في كتابه ضبط النفس واللي تم نشره في سنه 1960 ان الحاجه عشان تتحول لعاده محتاجه 21 يوم. لكن في 2009 وعلى حسب كلام المجله الاوروبيه لعلم النفس تقول ان الانسان في المتوسط كده محتاج تقريبا 66 يوم عشان يقدر يحول حاجه لعاده. لكن السؤال المهم، يا ترى لو عدى ال 21 يوم او لو حتى عدى 66 يوم وما كانتش الحاجه اللي استمرينا عليها الفتره دي اتحولت لعاده، ايه اللي هيحصل؟ ايوه بالظبط، سامعك يا اللي بتقول هنحس باحباط. فلذلك ما تربطش العاده بوقت، لان ببساطه كل واحد فينا ليه قدرات مختلفه عن التاني. في واحد تاني عنده صبر وعزيمه، واحد تاني الصبر والعزيمه عنده في ذمه الله، فلذلك هتلاقيه بيحب التاثير الدراماتيكي السريع. لكن للاسف التاثير ده بيحصل في حالتين فقط. اول حاجه الصدمه، ونلاقي ان للاسف بعض الناس بتستنى الصدمه عشان تتغير. ابوه او والدته مثلا توفت فقرر يصلي، سقط في المدرسه بتاعته فقرر يهتم بالمذاكره بتاعته، لكن للاسف بعد ما تاثير الصدمه بيروح بترجع ريما لعادتها القديمه. تاني حاجه ان يحصل تغيير كبير في كل حاجه حواليك، ورثت مثلا او اجدادك كده اللي تحت الارض يظهروا كده ويطلعوا لك شويه كنوز وخيرات من اللي حابسينها تحت، وساعتها ما تنساش اخوك طبعا، وساعتها بقى يا سيدي تبقى عديت وتعالى عدي معاك. او انك تسافر لبلد تانية مثلا تقدر تحقق فيها الاحلام بتاعتك، او تغير بيئه العمل او الشركه اللي انت شغال فيها وتروح شركه كده افضل. لكن كل ده صعب انه يحصل، صعب ان انت تنتظر البيئه اللي حواليك تتغير عشان انت تتغير. واجدادك اللي تحت الارض ما خدناش منهم غير لعنه الفراعنه، فافكك منهم، مفيش حاجه هتطلع، اللي طلع من زمان فوق من الاوهام اللي انت فيها. ده غير ان الانتظار عشان خاطر حاجه زي كده تحصل هيخليك كمان في حرب مع الوقت، لان كل ما الوقت بيمر تكلفه التغيير بتزيد. انت ببساطه مخك بيضحك عليك عشان خاطر يهرب من التغيير الحقيقي. يقول جيمس كلير مؤلف كتابنا النهارده او كتاب العادات الذريه: You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. يعني من الاخر كده معناها انت مش بتصعد كده لاهدافك، لا، اهدافك هي اللي بتنزل لمستوى العادات بتاعتك. فلذلك شوف عاداتك فين عشان خاطر اهدافك هتكون عندها، ما تكونش العادات بتاعتك نازله تحت ومنتظر هدف يكون كبير، لا. طب السؤال المهم، هي الحاجه بتتحول لعاده ازاي؟ ثواني هشرب ميه وارجع لك تاني، ثواني هشرب ميه وارجع لك تاني،
ثانيه واحده. وبعد ما شربت ميه، بص يا سيدي، في 4 حاجات مع بعض كده بيكونوا العاده. 4 حاجات لو اتحدوا مع بعض في حاجه بنعملها كفيلين يخلوا الحاجه دي تتحول لعاده. ركز بقى عليهم عشان خاطر تقدر تحول اي حاجه لعاده. اول حاجه الاشاره او الكيو. اشاره بتقول لك يلا نبدا، حاجه بتحفزك عشان تبدا. حاسس مثلا بستريس او ضغط عصبي، تكون دي اشاره انك تبدا تبص لعلبه السجاير بتاعتك. تاني حاجه الرغبه، كريفنج. شفت الاشاره علبه السجاير جنبك يبقى الرغبه تزيد. تالت حاجه الروتين، خلاص انا عرفت السكه، كل ما هكون مضغوط ومخنوق همد ايدي على علبه السجاير واخد سيجاره، او كل ما هصحى من النوم خلاص الروتين بتاعي بقى كوبايه القهوه. رابع حاجه المكافاه، خلاص دخنت السيجاره وبعدها بقيت اهدى، ودي المكافاه بتاعتنا ان انت بقيت اهدى. وهنا طبعا ما ينفعش انك تكون بتتفرج على الحلقه دي او الحته دي وما شفتش حلقه الدوبامين. هحط لكم الرابط في الوصف، الحلقتين مهمين جدا ومرتبطين جدا ببعض، ارجعوا لحلقه الدوبامين. وكل واحده من المكونات دي بتاعه العاده ليها القانون بتاعها اللي بيحكمها واللي بيخليك يا اما تبني عاده ايجابيه او تبتعد عن عاده سلبيه. القانون الاول make the cue obvious، يعني خلي الاشاره واضحه. خلي الحاجه اللي حابب انها تبقى عاده في حياتك تشاور عليك كده وتقول لك يلا نبدا، وده بيكون عن طريق حاجتين مهمين جدا. اربط العاده بعاده تانية واللي بيسموها habit stacking او ترابط العادات. اربط شرب القهوه مثلا بانك تقرا مع فنجان القهوه كده الصبح، اقرا معاه اي جزء. اربط مثلا ركوب المواصلات بقراءه القران. تاني حاجه خلي الحاجه اللي انت عايز تحولها لعاده ظاهره دايما قدامك. زي ما قلنا كده، انت هتركب مواصلات فهتقرا قران، فانت محتاج يكون في على الموبايل بتاعك تطبيق القران، فنزل التطبيق قدامك. حط مثلا صور كده للجيم في الاوضه بتاعتك عشان تكون محفز ليك، ده لو انت عايز تكتسب عاده. لو عايز بقى تبطل عاده سلبيه، اعكس القانون ده على طول. خلي الاشاره مخفيه، يعني ما تخليش مثلا علبه السجاير قدامك طول الوقت، ولا تروح تقعد لي مع ناس بيدخنوا وتقول لي والله انا عايز ابطل التدخين. ما هو الاشاره قدامك واضحه زي الفل اهي. عايز تبطل مثلا الفيسبوك، امسح التطبيق بقى على الموبايل، او نزل برنامج كده يقفل لك الموبايل ما يفتحش غير بعد وقت معين. عايز تبطل مثلا تفكر في حاجه او تفكر في شخص معين، وعارف مثلا لما بقعد لوحدي كده بفكر فيه، خلاص ما تقعدش لوحدك. المهم في كل الاحوال ان نخفي الحاجه اللي احنا عايزين نبطلها وما نخليهاش ظاهره. لا ثانيه واحده، الحل ده مش هينفع. مش معنى ان انت متضايق من مراتك ان احنا نخفيها، او لو انت مثلا عايزه تبطلي عاده النكد اللي انت بتمارسيها على جوزك ان احنا نخفي لك جوزك. لا، تعايشوا مع بعض يا جماعه، احنا بنتكلم هنا على عادات مش هنخفي اشخاص. القانون الثاني اجعلها جذابه. لا، جذابه مش كذابه، يعني اتراكتيف، يعني هنخلي في العاده بتاعتنا شيء جذاب، شيء يجذبك ليها، يخلي عندك رغبه كده انك تروح تعملها. في ناس مثلا تلاقيها هي وبتجري او بتلعب رياضه مثلا في الجيم بتسمع موسيقى تحفيزيه. واحد مثلا بيخلي واحد صاحبه معاه يشجعه، يحفظ معاه قران مثلا، يروح الجيم معاه مثلا. طب عايز تبطل حاجه، اجعلها منيله بنيله. خلي واحد مثلا لما يشوفك بتعملها يخلي ضميرك يأنبك، او اكتب مثلا الاضرار بتاعتها في ورقه وعلقها قدامك طول الوقت. القانون الثالث make it easy يا عزيز، اجعلها سهله. نصيحه مهمه جدا وحطها حلقه في ودانك قبل ما تحاول تطور نفسك في عادة معينة. ثبت العادة يا عم الحلو الأول، اثبت الأول على حاجة بسيطة، أول ما تتعود عليها طور يا عم براحتك وما تستعجلش النتائج. هتبدا جيم مثلا، مش لازم اروح اشيل الحديد اللي في الجيم كله. هتتعلم برمجه مثلا، مش لازم اروح اخلص كل كورس في بايثون النهارده. هصلي، مش لازم اروح بقى اقطع بقى حصران الجامع النهارده وحصران وسجاجيد البيت النهارده. اثبت الاول كده على الفرائض السنن المؤكده، وبعد كده يا عم لما تثبت وتلاقي نفسك انتظمت خلاص ابتدي طور نفسك. فالاشياء العظيمه يا صديقي دائما ما تاخذ وقت، فلا تستعجل النتائج. واللي يساعدك في ده، واحد، قلل الحاجات اللي هتعملها عشان تمارس حاجه معينه، فقليل دائم خير من كثير منقطع. ابدا بدرس صغير كل يوم او ورقه واحده. لو هتعلم لغه ابدا احفظ 5 كلمات او قاعده بس يوميا. روح الجيم اللي تحت البيت، مش لازم اروح جيم كده بعيد اركب له مواصلات عشان خاطر هناك في اجهزه افضل. لذلك مثلا تلاقي مواقع السوشيال ميديا زي اليوتيوب او الفيسبوك مسهله عليك الموضوع جدا، يا دوب بس تعمل كده بصبعك تلاقي اللي بعدها جه مسهله عليك، فتفضل طول النهار تعمل كده ومسحول معاهم، مسهلين عليك العاده. تاني حاجه قاعده الدقيقتين. يقول جيمس كلير مؤلف الكتاب بتاعنا النهارده ابدا بدقيقتين بس في اي عاده جديد، وبعد يا سيدي ما تثبت زود براحتك. المهم تكون البدايه بسيطه جدا، بحيث ان انت لو في اسوأ حالاتك في اليوم ده تقدر برضو تعمل الحاجه دي. لو عايز بقى تتخلص من عاده سيئه، هتعكس كل اللي قلناه، اجعلها صعبه. مثلا بتصحى من النوم كده بتطفي الموبايل بتاعك وتكمل نومك، ودايما بتروح الشغل متاخر، حط الموبايل بعيد عنك، اجعلها صعبه. وقتك مثلا بيضيع على الفيس، امسح يا عم الفيس خالص، او اعمل تطبيق كده يقفل لك الموبايل بوقت معين. او ممكن مثلا تخلي شخص معين انت قدامه ملزم بحاجه معينه. بص لو شفتني بدخن هزقني، لا يا فندم ازاي تقول كده، اقول لك اسمع بس الكلام، بس ما جيتش معاك اشتمني يا فندم، عيب ما ينفع يا عم، اسمع بس الكلام اللي بقول لك عليه. ما جيتش معاك بقى اضربني يا فندم، ايه اللي بتقوله ده، اسمع بس الكلام اللي بقول لك عليه، انا عارفني كويس، مش باجي غير بالسك على دماغي. من الحاجات الجميله جدا، واحد مثلا عمل مع مراته اتفاق ان كل ما يدخن سيجاره يديها 5 جنيه. بعد فتره لقى نفسه بيدفع 10 مرات قد علبه السجاير، فقرر انه يبطل العاده الزفت دي
وفعلا دلوقتي طلق مراته وبيدخن براحته. والله هزر مع جمهوري، والله نمزح وهزر مع جمهوري، والله دمي خفيف. سقفة سقفة سقفة. القانون الرابع، اجعلها مرضية. من الآخر كده أنت بتمارس عادة إيجابية عشان تطلع في الآخر بفايدة أو مكافأة، لكن خلي بالك إن الفايدة دي يا سيدي هتكون على المدى البعيد مع الاستمرارية. ممكن مثلا لما تعمل حاجة معينة ونفسك تبقى عادة، كافئ نفسك بعدها. وارجعوا برضو لحلقة الدوبامين، مش هقول تاني، هحط لكم الرابط في الوصف. ممكن مثلا أنا كنت بعملها زمان بصراحة، لما تيجي تذاكر كده حط الكتب اللي أنت هتذاكرها أو المواد بتاعتك على اليمين، وكل ما تخلص مادة شيل المادة حطها على الشمال. انا بقول حط المادة على الشمال، مش حط دماغك على المخدة وروح نام. لو عايز بقى تتخلص من عادة سيئة، اعكس، بدل ما تكافئ نفسك عاقب نفسك. لا مش لازم تروح تموت نفسك او ترمي نفسك تحت قطر، يعني ممكن تكون حاجة رخمة انت بتحبش تعملها، اجري شوية مثلا، نمشي، اي حاجة تكون رخمة. زي مثلا برضو ممكن الحاجات اللي بتبقى تقيلة ساعات على بعض الناس، انه ينزل يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعمل لايك وكومنت، انزل اعمله وبس كده. انا خلصت الحلقة بتاعتي النهاردة، اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم.